نتمنى تعجبكم وننصحكم باش ديروها، جات فنه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متتبعينا الأعزاء، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى هذا الفيديو يلقاكم بأحسن الأحوال. اليوم غادي نقدم لكم حلوة بالشوكولات، حلوة لاكريم بالشوكولات، فبقاو معنا وتابعونا وفرجة ممتعة. بالنسبة للمقادير متتبعينا الأعزاء، ما كان عندنا مشكل في الصوت، غادي نعاود لكم المقادير. فغنحتاجو 5 البيضات، غادي نحتاجو كاس ونص ديال الحليب، و كاس ديال الزيت، كاس ديال السنيده، تقريبا ربعة ديال الكريمه سائله، شويه ديال اللوز مهرمش، مقلي ومهرمش، والدقيق على حسب الخليط، قبيصه ديال الملحه، والشوكولا ومن الاحسن تكون جيده. كما كنحتاجو حامضه وحده، وكيس ديال الفانيلا، وثلاثه ديال الاكياس ديال الخميره. كنظن المقادير هما هادو. دابا ندوزو للاعداد. ثلاثه ساشيه ديال الخميره، ساشيه ديال ازا، ثلاثه اكياس ديال الخميره، وكيس ديال فانيلا، وحامضه، وقريصه الملح. دابا هذا كيك. دابا غنحتاجو، دابا غنديرو، ها انتم المشاهدين ديالنا، غنديرو البيض، نهرسو البيض ديالنا، نزيدو عليهم فاني. بعد ما خوتي فقسنا البيض ديالنا، غنزيدو هاد الساشيه ديال الفاني، والكاس ديالنا ديال السنيده. يتقرب مزيان بعد. الزيت، احنا درنا الزيت، الحليب، نعصرو شويه الحامض، نضيفو الطحين بشويه بشويه، وممكن نضيفو واحد الكميه قليله ديال اللوز مطحون، لانه كيعطي واحد النكهه رائعه. ملي نكونو عمرنا الطاوه ديالنا بالخليط ديال الكيك، ندخلوه للفران. ها نتوما متتبعينا العزاز، ها الكيك ديالنا طاب. غادي نحطوه، وغادي نشدو هاد الكيكه هادي نخليوها تبرد،
ومن بعد نحيدوها من الطاوه ديالها، وغادي نقسموها على جوج، نديروا لها السيرو، ندهنوها بالسيرو. وهذا الشيء غنديرو من بعد ما نكونوا صوبنا الكريمه ديال الشوكولاط ديالنا. فكيف كتشوفوا باش نصاوبوا هاد لاغانيش ديال الشوكولا غادي نديروا نصف الكميه ديال لا كريمه، وغادي نغليوها، ثم غادي نضيفوها على الشوكولاط ديالنا. ومن بعد كنخلطوها مزيان، كنضيفوا لها النصف الثاني ديال الكريمه اللي غتكون بارده، ونخلطو مزيان. فهنا كيف كتشوفوا خلطناها عاد باش ضفنا لها داك النصف الثاني ديال الكريمه اللي بقات، الكريمه السائله طبعا. كنبقاو نقربوا بالخلاط حتى كيعطينا هذا الشكل النهائي هذا، وكنخليوه في المبرد تيشد راسو مزيان. من بعد كندهنوا الكيك ديالنا بالسيرو، وكنديروا لها هاد الكريمه اللي صوبنا. من بعد اعزائنا المتتبعين كنديروا هاد الكيك اللي دهنا بالكريمه في الثلاجه باش تشد راسها، ونحتفظوا بالقليل من الكريمه للتزيين. ثم كناخذوا الشوكولاط ديالنا كنديروه في باماغي، كنضيفوا ليه داك اللوز اللي هرمشنا ونخليه يذوب، وخاص النار تكون مهيله. وكنصح اعزائنا المتتبعين باش يختاروا واحد الشوكولاط يكون جيد وجوده ديالو تكون مزيانه باش يذوب لينا بكل سهوله وما يديرش لينا مشكل. من بعد ما تكون هاد الكيكه اللي بالكريمه قساحت في المبرد، كنبداو ناخذوا هذاك الشوكولاط اللي ذوبنا وكنديروه فوق منها بهذا الشكل اللي كتشوفوا. ثم كناخذوا بقيه الكريمه اللي كنا احتفظنا به وكنزوقوا به بالطريقه اللي بغينا. حنا درنا هذا الشكل، وهكا نكونوا سالينا الاعداد ديال الكيكه ديالنا. وهذه هي الحلوه بالشكل النهائي ديالها، حلوه الكريمه والشوكولاط. نتمنى يكون هذا الفيديو عجبكم ونال الاعجاب ديالكم. وقبل ما نودعكم اعزائنا المتتبعين، بغيت نقول لكم بلي نتوما راكم عزاز، وكندوزو معكم اوقات زوينه، وكنشاركوكم هاد الفيديوهات اللي كنتمنى يكونوا تعجبوكم. وانتوما بالنسبه لينا عائله ما دمنا كنتشاركوا معكم هاد الاوقات. وكنتمنى كما قلت لكم يعجبوكم الفيديوهات ديالنا، وما تنساوناش بالبارطاج والتعليقات ديالكم واللايكات. مشكورين بزاف بزاف. وفي انتظار فيديو اخر. نخليكم على خير، وكنتمنى لكم اوقات سعيده، والى اللقاء، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. صدقوني حباباتي جات فنه بصحه. نتمنى تعجبكم وننصحكم باش ديروها، جات فنه.